كامل الاحترام والتقدير، ولكن زي ما بقول في كل سلسلة مع احترامي، انا مش بنتقد شخص بعينه او بنتقد حد بعينه ايا كان الشخص على عيني وراسي، لكن انا بنتقد معلومة غلط بعينها. خصوصا في الديسكريبشن الفيديو مش محطوط ان هو just for fun، ممكن في شباب او اطفال او ناس تقلد الكلام ده وتعرف ان الكلام ده صح. يعني زمان كده ارجع بالزمن لورا لما كنت بتفرج على سيلفستر او الشحات مبروك واشوفهم ان هم بيضربوا البيض باللبن ويشربوه، فكنت ببقى مفكر ان ده سبب ان هم عندهم عضلات كبيره. ما كانش ده السبب. يعني زمان ما كنتش اعرف او ما كانش في حد يوعيني، فمن هنا جت لي الفكره ان انا لما اشوف حاجه غلط اطلع اتكلم عنها واوعي اكتر عدد ممكن من الناس. فخلينا نبدا بقى بالعلم والدراسه ونقول الكلام بمنتهى العلم، وكمان هفيدك شويه برضو في فوائد البيض. قبل ما ابدا الفيديو، احترام كبير جدا للكوتش واحترام كبير جدا لاي حد انا بطلع اتكلم عنه، ده على عيني وراسي، ولا يمنع ان انا بحترمه ولا يمنع ان انا بتعلم منه. لكن اهم حاجه لما نحط معلومه نحط تحتها ان ده فور فان يا جماعه، ده فيديو للمرح مش فقط فيديو للمعلومات او ان دي حاجه صحيحه. اول حاجه من عيوب انك تاكل البيض ني او تشربه هو حاجه اسمها absorbing، وده الامتصاص. في دراسه اتعملت سنه 2013 على 5 اشخاص، بداوا يقارنوا الخمس اشخاص دول ان هم ياكلوهم بيض ني وياكلوهم بيض مسلوق او بيض مطهي باي طريقه. نتائج الدراسه كان البيض المطهي كان الابزوربنج بتاعه بنسبه 90%، يعني امتصاص الجسم للبروتين بنسبه كام؟ 90%. اما البيض الني كان مقارنه بالبيض المسلوق او المطهي كان بنسبه 50%، يعني البيض الني امتصاص البروتين بتاعه بيكون اقل من البيض المطهي. فعلشان كده ده اول دراسه ان نسبه البروتين بتكون اقل والامتصاص الجسم للبروتين بيكون اقل، فالبيض الني مش احسن حاجه. البيض بيحتوي على فيتامين بي، وفيتامين بي هو فيتامين بنسميه water soluble vitamin، يعني فيتامين قابل للذوبان في الماء. فصفار البيض بيحتوي على حاجه اسمها بايوتين، وبياض البيض بيحتوي على افيدين. يعني ايه الحاجتين دول؟ الحاجتين دول يا سيدي موجودين في صفار البيض وبياض البيض. فلما بتاكل البيضه نيه تبدا تخش الامعاء بتاعتك، بيبدا البيوتين يرتبط بالافيدين في الامعاء الدقيقه ويمنع امتصاصه، فده بيمنع امتصاص الافيدين لجسمك لان الحراره بتمنع امتصاص الافيدين. هنا بتفقد عنصر مهم جدا لما بتشرب البيض او بتاكله ني. ثالث حاجه من اضرار البيض انك تشربه ني حاجه اسمها السالمونيلا. دراسه سنه 2015 بتقول ان البيض الني بيبدا يتكون فيه بكتيريا السالمونيلا عن طريق ان هي بتتكون بطريق مباشر داخل الدجاجه او خارج الدجاجه عن طريق اختراق قشره البيض. عشان كده دايما بقول لك يا اما تطهي البيض يا اما تسلقه. فلما انت تطهي البيض او تسلقه بتبدا تتخلص من البكتيريا السامه او البكتيريا الضاره اللي موجوده فيه. لكن لو انت ما سلقتش البيض فبيحصل مثلا اسهال او قيء او عسر هضم، ده معناه ان في بكتيريا او حاجه غريبه في جسمك، او الاكل اللي انت اكلته جسمك مش حبه. فده بتبقى اعراض مهمه جدا للتسمم او اعراض مهمه جدا ان جسمك فيه بكتيريا، فلازم تدخل انتي بايوتيك او غيره. في دراسه سنه 2013 بتاكد الدراسه ان مليون امريكي اتصابوا بالسالمونيلا عن طريق ان هم بيشربوا البيض ني، وانا سايب لك لينك الدراسه مع لينك الدراسات كلها والمصادر في الكومنت. هيجي لي بقى واحد محنك ويقول لي طب ما انا بشربه بقالي شهرين وبشربه طول عمري وما حصليش حاجه. هقول لك في اشخاص مختلفه عن اشخاص، واستجابه جسم ومناعه مستجابه عن جسم شخص تاني ومناعه. في شخص عنده مناعه ضعيفه وشخص عنده مناعه قويه. يعني انا مثلا كنت منزل فيديو قبل كده ازاي ما جاليش برد بقالي سنتين، اتحسدت وجالي برد بعدها بشهر على طول. ولكن المناعه انت بتقدر تقويها او بتكون جيناتيك قويه تمام عن طريق ان انت مهتم بالفيتامين وحاجات انا هتكلم عنها في فيديو لوحده. ولكن خليني اقول لك ان في اشخاص مناعتهم ضعيفه زي مثلا كبار السن، الاطفال وكمان الحوامل. علشان كده ما ينفعش تماما الاطفال وكبار السن والحوامل ان هم ياكلوا البيض ني او ياكلوا اكل ني عموما، علشان البكتيريا والفطريات اللي بتكون موجوده فيه. انت شخص ما حصلكش اي حاجه من انك تشرب البيض ني، فده مش معناه ان هو صحي. انا قلت لك مش فقط السالمونيلا او البكتيريا الضاره هي اللي بتبقى مشكله، لا، المشكله هنا بتكون فين؟ المشكله هنا بتكون في امتصاص البروتين والفيتامين اللي بيبقى موجود معاه. فعلشان كده البيض الني مش احسن حاجه ولازم تتجنبه. عشان
علشان كده انت لازم تكون واعي وتوعي الناس وتفهم هل الحاجة دي صح ولا غلط عن طريق الدراسة والانترنت، والموضوع اصلا بقى سهل جدا. خش ابحث وشوف المصادر، ولو في حاجة واقفة قدامك او كده كلمني وانا هساعدك لوجه الله. وعلشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، والناس اللي هي بتقلد والشباب الصغير اللي بيحط بيض على لبن ويشربه ومفكر ان هو كده هيعمل عضلات، فانت اعمل شير بنية النفع لوجه الله سبحانه وتعالى. سلام عليكم.